أنا زهرة، ودي بنتي زينة، ودي حكاية جديدة من سلسلة علمي بنتك. ماما، أنا حاسة بحاجة ومش عارفة أقولها. قولي يا زينة، أنا سامعة. صاحبتي منى بقت مش بتكلمني، كانت دايما بتبعتلي وبتضحك معايا. دلوقتي بتتكلم مع ناس تانيين وتعملي إني مش موجودة، حاسة إنها مش طيقاني. يا بنتي، صعب قوي الإحساس ده. لما حد كان قريب منك يبعد فجأة بتحسي إنك تايهة. بس تعالي نفكر سوا. أنا بحبها يا ماما، عمري ما زعلتها، مش فاهمة ليه عملت فيا كده. أنا عارفة إنك بتحبيها، بس يا زينة، مش دايما الناس بتفضل زي ما هي، وفي ناس بتبعد مش عشان انتي غلطانة، لكن عشان هم اتغيروا. طب أعمل إيه؟ أكلمها ولا أعمل زيها وأسكت وخلاص؟ اسمعيني كويس، لو بتحبيها بجد كلميها، بس بهدوء. مش لازم تعاتبي، بس عبري عن اللي جواكي. قولي أنا حاسة إنك بعدتي وده مضايقني. ولو ردت عليا ببرود أو تجاهلتني، يبقى انتي عملتي اللي عليكي، وساعتها تبعدي من غير ما تكسري من جواكي، لأنك قدمتي حب واحترام، وده كفاية. بس أنا لسه بحبها يا ماما. الحب مش غلط، بس لازم نحب من بعيد، لما الشخص ما يحافظش علينا ونحب نفسنا أكتر. وربنا سبحانه وتعالى قال: قد جعل الله لكل شيء قدرة، يعني حتى العلاقات ليها وقت وحدود. أنا مش عايزة أكرهها يا ماما. ولا أنا، بس في فرق بين إنك تحبي وإنك تسمحي لحد يأذي مشاعرك كل يوم. اختاري اللي يحس بقيمتك، والباقي ادعيله وسيبيه في أمان ربنا. كل يوم بنتي زينة بتتعلم حاجة جديدة، وأنا كمان. علمي بنتك تسمع، تحس، وتفكر. علميها تحب، لكن تحب بوعي. علميها تختار نفسها وتحافظ على قلبها. بشوفكم في حلقة جاية من علمي بنتك، بصدق وبحب وبأمان.